السلام عليكم بنياتي غزالاتي، كنتمنى يا ربي نلقاكم هاد لا فيديو هذا بخير على خير وصحه جيده. نهاركم سعيد. هنا غادا نقدم معكم واحد الوصفه ديال الشفايف اللي كتجي اكثر من رائع. خديتها البنات من عند واحد الخبيره التجميل وقلت علاش لا ما نشاركها مع بنياتي وغزالاتي. اللي فيها 3 العناصر. هنا كاين هاد فازلين، هذا فازلين غوزي غزال ديال الشفايف، كيعطي واحد اللون زوين للشفايف. انا راه قريب يسالي ليا دابا ناخذ عاوتاني. هانتوما هما البنات، هاد فازلين هذا يعني اصلي غزال البنات، كيرطب اللي كيدار لليدين، كيدار للشعر، كيدار للوجه، يعني ديريه في الليل في الصباح تغسليه كيرطب الوجه وكيحيد التجاعيد، وكيدار للرجلين. من الاحسن تاخذوه يكون مسدود بهاد العلاقه هذه، هذا هو الاصلي. وإلا ما لقيتوش فيه هاد العلاقه هذه اللي فوق منه، هذه اللي مكتوبه فيها حتى هي فازلين، هاد العلاقه هذه يعني كتلقى واحد العلاقه الاولى على الثانيه. لما لقيتوش هذه راه ماشي اصلي، راه يكون الدوزيام ديالو. هذاك الدوزيام ديالو كيكون حرش شويه، يعني ماشي ما رطبش بزاف. هذا راه لين، راه غزال البنات. بعض المره كتاخذيه، انا خديته في مارجنه ب20 درهم. صاحب الماكياج كيدير 500 ريال، يعني 25 درهم. هذا هو فازلين اللي كندير في هذه الوصفه هذه. وكندير هذه الهريسه حاره، يعني الحر اش كيقولوا ليه داك الحر، مشات ليا. هذا مدقوق ماشي الهريسه، هذه السودانيه مدقوقه مطحونه. شفتوها؟ هي الهريسه مطحونه البنات. وهذه القرفه تكون جديده هكا باش تعطي نتيجه زوينه، ما تكونش ديك القرفه بارده يعني ما حارش. الا كانت حاره هذيك هي جديده. هادو هما العناصر اللي غادا نديرو في هاد الوصفه هذه، اللي غادا نفخو بها الشفايف ديالنا وغادا يصبحوا بحال درنا لهم البوتوكس. انا عند واحد الخبيره، هانتوما هاد الخبيره ديال التجميل، وفي الصراحه درتها والله العظيم الا عطاتني نتيجه تبهرت بها وعجبني الحال، عجبوني قنايف ديال الشفايف ديالي ولا قنانفي. المهم الاحسن ديرها غير شويه ما تكثريش هكا باش ما تبردش لك هاد الوصفه هذه. هذا تخلطي واحد التخليطه وتخليها عندك وتبداي ديري فيها، ولكن ما تكثريش بزاف هكا حيت هاد التخليطه هذه فهمتي. المهم حنا دابا غنخلطوا. فين غنخلطوا هنا. انا غنديرها في البواطه هذه. دابا غنخلص هنا نرجع البواطه. ها نتوما غنديروا هذاك ديك الهريسه مطحونه، هي الهريسه ماشي الهريسه، هذاك الحار السودانيه مطحونه كتمشي ليا مع الهريسه. هانتوما راه غبره الحار غبره. هانتوما الهريسه هذه راه حاره البنات. هانتوما انا غندير واحد الملعقه صغيره، وغندير ملعقه صغيره ديال القرفه. صافي نحيدو هذه القرفه تكون من الاحسن تكون جديده، يعني تكون باقا حاره باش تعطي نتيجه زوينه البنات. اذا كانت بارده ما غاديش تعطيكم النتيجه. هانتوما الا خديتو القرفه ديرها في شي قرعه ديال الزاج هكا تحتفظ على المنافع ديالها وعلى. هانتوما كنديروا معلقه هيايا، كنظن كثرت. صافي ونخلط هاد العناصر هادو نمزج بيناتهم. صافي البنات حيد هذا. هنا غادا نجيو ناخذ فازلين. ها هو فازلين ديالنا. انا هي راه ديجا درتها، انا قريبه تسالي ليا، داكشي علاش باغا نصايبها وبغيت نشاركها معكم البنات. هانتوما
كنت كنديرها في هادي، كنديرها شويه حتى كتسالي لي عاوتاني ونصايب وحده اخرى. دابا هادي قريبه تسالي ودابا غنصايب وحده اخرى. هنا غناخدو فازلين ديالنا حتى هو غادا نضيفوه. نمسح هاد المعلقه هادي. هنا غناخدو فازلين، هانتوما فازلين ما شاء الله غزال، قلت لكم ماركه اصليه من الاحسان. صافي كتاخدي داكشي باش غيتخلط هاد الخليط هذا، ما تكثريش. هانتوما البنات صافي كتخلطي كتمزجي بيناتهم حتى يولي واحد العجين. صافي ديري فشي قريحه اللي كتسد. هنا البنات بعد ما خلطتو مزيان دابا غادا نديرو في هاد القريعه هادي اللي كتسد، يعني اي قريعه عندك تكون صغيره ديري فيها هاد الخليط هذا، كتسديها هكا باش ما يبردش لك، ما تبردش لك هذيك القرفه وهذاك الحار حتى هو الحار السودانيه باش ما تبردش وما تبقاش تعطيك النتيجه. هنا مباشره من غادي تخلطي هذا الخليط هذا غادي ديريه في هذه القريعه هذه وغتسدي عليه، يعني شي قريعه اللي كتسد مزيان، شي بواطه هذه كتسد مزيان باش تحتفظ لك على هاد العناصر هادو باش ما يبردوش. صافي البنات ها هو الخليط او المعجون ديالنا. انا غنسد عليه حتى نديرو ان شاء الله. صافي البنات ملي كتصايبي هذا الخليط هذا كديري على الشفايف ديالك. انا دابا دايره وما غادراش نهضر وراه حار، خصك تصبري ليه، واخا حار صبري باش هكا يعطي المفعول. هاد القرفه هادي وهاد الحار هذا كتحسي به يعني حار، يعني كيعطيك واحد سميتو بحال شاعله فيك العافيه في القنانف ديالك، ولكن خصك تصبري شويه فهمتي تصبري. هادشي الا كان جداد من الاحسن تكون القرفه جديده، يعني تكون الله تحنطيها ودرتيها في شي قرعه يعني تسدي عليها باش ما تبردش، تكونش قديمه. الا قديمه ما علاش تعطيك النتيجه. وكذلك داك الحار حتى هو خص يكون حار نيت، حتى الا درتيه كتحسي به في قنانفك. الا حسيتي به راه عرفتي راه غيعطيك النتيجه. وصبري عليه وخلي واحد مده نص ساعه 15 دقيقه حتى نص ساعه ولا ساعه. انا قد ما خليتيه كيعطي النتيجه غزاله البنات وزوينه. وهذاك الحر والقرفه يعني كينشط لك الدوره الدمويه ديال القنانف ديالك وكيوليو غوزيين، يعني كيترتق فيهم الدم. صافي كديري هذا من بعد ما تغسلي الشفايف ديالك كديري هاد فازلين هذا البنات غزال. هاد الغوزي هذا كديري للشفايف ديالك كيرطب لك الشفايف ديالك وكيعطيك واحد اللون غزال. انت غتبهري بالشفايف ديالك وغيعجبوك وغتحسي بيهم بلا ما تطلي في المريا. غتحسي بيهم شي حاجه، يعني شي حاجه في القنانف ديالك، شي حاجه تبدلات، يعني شي غزاله وغادا تعجبك، يعني رطبين وزوينين ودوك التجاعيد يعني غيمشيو وداك الاسويدات ديال الشفايف غيمشيو. ايوا صافي. وهاد الوصفه زوينه عطيتها لكم في دابا وقت البرد غادي تحتاجوها. يعني الا عندكم هاد فازلين هذا من بعد الى غسلتو قنانفكم ديروه، ما كاينش ديروه هذا حتى هو زوين. هي هذا مع ديال القناه ديال الشفايف هو غوزي كيعطي واحد اللون غزال البنات بلا ما ديري لا عكر لا حتى حاجه. هو كيعطيك واحد اللون زوين من بعد ما ديري اصلا هذا الوصفه هذه يعني كتنشط الدوره الدمويه وكتعطيك واحد اللون زوين ديال الشفايف. وهذه هي الوصفه وكنتمنى تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساونيش تبولي لايك. يلا الى فيديو اخر ان شاء الله.